عمري 22 سنة، لسه في فرصة ولا راحت عليا؟ واحد تاني عمري 25 سنة، أبدأ ولا إيه؟ طيب أنا هبدأ إجابة السؤال ده بإن أنا هقول لكم أسماء ملاكمين وأعرفكم بيهم، زي دايون تاي وايلد بدأ وهو 20 سنة. عندنا كمان الملاكم سوني ليستون، بدأ يلعب في أول العشرينات وبدأ احترافه في نص العشرينات. عندنا كمان برنارد هوبكنز، ده بدأ 23 سنة. الأسطورة طبعا روكي مارشيانو، بدأ 23 سنة. وكمان سيرجي كوفاليف بدأ احترافه وهو 26 سنة. كل اللي بكلمكم عنهم دول مش لعيبة تحت بير السلم ولا وصلوا حتى لبطولة الجمهورية بتاعتهم أو الدولة بتاعتهم ولا كده، دول أبطال عالميين. فما تعتمدش على كده، وركز على إن أنت تقدر ان انت تعمل اي حاجه ما دام حطيتها في دماغك. انت مخلوق عندك القدره لكده. حتى كمان لو كنت لعيب قديم وقفت فتره وحابب ان انت ترجع، مفيش حاجه توقفك. لو انت عايز ترجع ارجع. مش هتكون اكتر من جورج فورمان اللي خد بطوله العالم وهو 47 سنه بعد انقطاع مده طويله عن اللعب. الموضوع كله بيعتمد على عقليتك، انت عاوز توصل لايه.